صحابي عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة من شان يوتيوب الكوتش أيوب. اليوم باش نحلوا مع بعضنا ماتش مالي كونتر تونس. المنتخب التونسي كان المواجهة متاعه الثانية وعمل تعادل ضد منتخب مالي في إطار كأس أفريقيا الكوت ديفوار، ونخليكم مع الجزء الأول من تحليل الماتش. كان تحبوا على الجزء الثاني خليوا لي في الكومنتات جيم بارتاج كالعادة للمساندة. المنتخب التونسي بدأ بتشكيلة 4-4-2، بشير بن سعيد في حراسة المرمى، رباعي الدفاع تبدل فيه كان علي العابدي في بلاصة علي معلول، ورباعي الوسط الياس العاشوري على اليسار، حمزه رفيع على اليمين، والياس السخيري وعيسى العيدون. نرجعوا للثوابت نتاعنا في الوسط، وقدامهم انيس بن سليمان ويوسف المساكني. في الفيديو هذه حبيت نوريكم لي ديسبوزيتيف نتاع المنتخب 4-4-2 متنوع، مش من نفس الجوارات هما اللي يكونوا ال 4-4-2. بالموازنه هذه تمكنا من عزل الرابط نتاع المنتخب مالي واللي هو البيفو سنتينيل سيما سيكو، والوقفه كانت صحيحه بالباهي. وديما كان بن سليمان كي يخرج يعمل بريس ديريكت يشاور بيده ويعيط لشكون يساندو كيما المساكني ولا العاشوري ولا حمزه رفيعه الموجود في الديسبوزيتيف باش نجم تكون الوقفه صحيحه. الفاي اللي كانت في الديسبوزيتيف هذه انه منتخب مالي عنده قدره كبيره في الوسط على التحكم في الكره، وبالديباس قصار قادرين يفسخوا ديليني كاملين. وكما نشوفوا ثلاثه اللي ما بينات خط الدفاع وخط الوسط، ثلاثه جوارات كاملين متموقعين ويستناو في كره باش تجيهم. كان نلاحظوا شويه نلاحظوا لي دور السخيري ودور عيسى العيدوني ضاع شويه وخلى برشا مساحات في الظهر، وهذا اللي خلى فرص تصير كفرونات قريبه للمرمى، والخطر كان موجود بعد البونت، والخطر زاد اكثر. والعيدوني والسخيري كان المجهود نتاعهم دوبل وتريب باش نجموا كومبوسيو قوه الميليو نتاع مالي. هدف المنتخب التونسي ما جاش بالصدفه على عكس ما تقال في البلاتوات، وياسي سمير كي تقول الهدف جاء بالصدفه، يولي كلامك فيه جانب غلط، ما جاش عن طريق عمل يتكرر في المباراه. صحيح. اما بالعكس العمليه تعاودت 3 مرات وكان فيها الهدف نتاعنا. تبعوا معايا ايش صار في الماتش واحده واحده. في اللقطه الاولى كانت مع بدايه المباراه، بدينا دخله باهيه مانيش خايبين على عكس ماتش ناميبيا، ثقه عند الاولاد. نشوف المنتخب واقف في شطر الملعب نتاع مالي وشادين الكره بالباهي. شوفوا طالبي كيفاش يلوج في حلول، يهبط السخير يعاود يلعب معاه. هنا نشوفوا حمزه رفيعه على الشيره اليسار باش يديكلونشي العمليه، وينادي البن سليمان ويشاور له بيده باش يقول له اهبط خذ الكره. 5 لاعبين من المنتخب التونسي على خط واحد، دونك هذا مش باش يصنع حتى شيء. كي يمشي بن سليمان ديجا هز معاه لاعب مالي وفرغ البلاصه لرفيعه، يتركز منتصر الطاربي على العيدوني باش يامن الباس لبن سليمان، والفوق العاشوري بدا يتمركز بين الخطوط باش يكون المثلث مع العابدي وبن سليمان. لمسه واحده يلعب علي العابدي واللي بدوره لعب في المساحه من غير تعقيد على اليمين. يوسف المساكني اخذا وضعيه باش يشق دياغونال في ظهر الارير جوش ويمشي للسباس اللي باش يحط فيه العاشوري الكره. 100% الباس نتاع العاشوري كان في بلاصتها، والمساكني كان ينقصوا متر ولا زوز ولا تجي في ساقيه ويماركيها. والعمليه كانت مخدومه شارك فيها 7 لاعبين كاملين من المنتخب. العمليه الثانيه واللي جاء على اثرها الهدف بدات في دقيقه 19، 18 باس كاملين من اليمين لليسار، سهل فيهم الياس السخيري لورونتاسيون تاع لي باس. كان ديما مفكسي الوسط نتاع مالي وخلى الطالبي ومرياح في راحتهم باش يورونتيو الهجمه. 9 على 10 من الجوارات نتاعنا الكل تعدات على ساقيهم الكره بخلاف الياس السخيري، وفات بهدف من اجمل الاهداف المخدومه في كاس افريقيا. ندخلوا اكثر في تحليل البونتو. المره هذه المساكني باش يكون هو الديكلونشور نتاع الهجمه، وعلي العابدي هو الظهير الليبر ويطلب الكره بين الخطوط، لكن العيدوني يخلي العاشوري يكون البولكاريا ويتركز على العابدي. هنا انيس بن سليمان هز معاه الاكسيا اليسار تاع منتخب مالي وتخلق عدم توازن في خط دفاع مالي، علما وانه هذه هي الاشاره لحمزه رفيعه اللي خليته يحط دوزيام كما نقولوا نحن وينطلق مندفع في ظهر الارير جوش. بن سليمان هنا كان الرابط في المثلث بين العاشوري والعابدي اللي ترميه في المساحه ويرجعها اون روتري توندو من غير ما غزر، على خاطر يعرف لازم يكون فما شكون موجود غادي. والمره هذه ماركاها حمزه رفيعه برشا صنعه ويفرحنا ويفرح الشعب التونسي. العمليه الثالثه كان فيها منتصر الطالبي هو حامل الكره وكون مثلث كان فيه بن سليمان العنصر اللي تتركز عليه، عمل الموفمون شباب برشا للشيره اليسار باش فرغ المساحه لعلي العابدي. لهنا العاشوري كان جابد مع الخط باش يفكسي معاه لاريير. سي بون صار الديكالاج وتخلق الاسباس وبتوش بركه كانت كافيه باش علي العابدي يلقى روحه دروا وبيوت. النقص الوحيد هنا كان من حمزه رفيعه اللي كان زاد زوز خطوات يكون حل عليه باش يعديها بلمسه واحده، وعلي العابدي عمل طلق خفيفه على اليمين ما لقاه حد، دونك جرب وشات ولا غالب كانت كادري كانت تكون بونتو مزيان برشا. هكا شفنا بالضبط كيفاش الخدمه كانت مخدومه، والمشكل الوحيد هو انه العمليه هذه تخدمت كان على الشيره اليسار، ونتفهموا هذا على خاطر وجدي كشريده مطالب باش ما يطلعش نظرا لكونه على شيرته ملغمه بحيدره وصحاب. كانت تحب تكمل تحليل كامل الماتش تلقاه على قناتي في اليوتيوب الكوتش ايوب، ومعليه كان باللايك والفولو، وتمتع بالكوره وفيها من الله.